السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم؟ طبق قلاش حلو كده بتكلفة بسيطة، وفي نفس الوقت مقرمش ومستوي وبأسهل طريقة ممكنة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة نسمي الله قبل ما نبدأ نعمل حاجتنا. اول حاجة نبدأها هو الشربات علشان يبرد، لان شربات القلاش دايما بيكون بارد او دافي. معايا كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية، نفس الكوباية اللي بعاير بيها السكر بعاير بيها المية. 2 باكت من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من عسل النحل أو سكر الجلوكوز، نص عصرة ليمونة، ونرفعه على النار لمدة 10 دقايق. نيجي بقى على القلاش. معايا لفة قلاش أو نص كيلو من القلاش. أهم حاجة نوع القلاش بتاعك يكون مظبوط، يكون طري، ما يكونش ناشف، ما يكونش خارج من الفريزر بقاله كام يوم، علشان يكون معاكي طري وتعرفي تتعاملي معاه. هندهن بقى ورقة بورقة من القلاش، ندهنها بالسمنة ونحط فوق منها التانية. هعمل 3 ورقات و4، يعني بين كل ورقة والتانية لازم ندهن السمنة زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الورقة اللي تكون تحت تكون مظبوطة، لو في حاجة اتقطعت منك حطيها في النص، وندهن السمنة في كل الورقة بتاعتنا. خلي لفتك في القلاش بالطول بلاش بالعرض. بنتني القلاش على 10 سنتي او طول الصوبع السباب زي ما انتوا شايفين كده. بنتنيها وبلاش نتك عليها علشان تكون مفرغة من جوه وتبقى معانا عاملة طبقات حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده، بين كل راء والتاني لازم ندهن سمنة. هما 3 ورا بعض زي ما عرفتكم قد 10 سنتي، وبنعمل نفس الحركة. اهم حاجة دهني الصاجة بتاعتك سمنة. السمنة كلها اللي بنستخدمها في النص كيلو ربع كوباية من السمنة. دهنت الصاج واللي بخلصه بحطه فيه، ونتعامل بحرص مع القلاش علشان ما يبص مننا. الفرشة السيليكون ما بتاخدش سمنة، يعني الربع كيلو هيكفي معاكي القلاش كله. طب لو عايزينه يكون محشي هنستخدم ورقتين تحت، وبين كل ورقة والتانية بندهن سمنة، ونحط بعد الاتنين مكسرات. اي نوع مكسرات متوفرة عندك حطي، ممكن سوداني، فستق، اي حاجة بتحبيها. الحشوة تبع رغبتك. ممكن كنافة تحمريها بشوية سمنة وتحطيها بين الاتنين. حطينا ورقتين، دي 3 ورقة. وفي الحشو لازم نحط 4، 2 فوق و2 تحت، والحشو بيكون في النص. ولازم ندهن السمنة زي ما وريتكم. لازم نعدي السمنة على كل جزء في اي ورقة. نخلي بالنا مع الورق اللي يكون فيه حشو علشان ما يتقطعش مننا من المكسرات. ملحوظة، لازم الفرن يولع اول ما نبدأ لف القلاش على درجة حرارة 180. لو ما عندكيش تايمر لدرجة الحرارة، ولعي الفرن من فوق ومن تحت يسخن لمدة 10 دقايق. خلاص بقى بنرجع نتني معانا الورق، وبكل سهولة بيتني معانا. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو ياريت تحط اللايك والاشتراك، ولو انت لسه جديدة معايا في القناة ده شرف ليا على راسي من فوق. اعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد، وفعلي زر الجرس. اهم حاجة الأطراف بتاعت القلاش لو ناشفة لازم نمشي عليها السمنة علشان يلزق معانا ويكون بالمنظر ده. لو عندك جزء زيادة مش هيحصل حاجة، هنلفه ويكون بالمنظر ده. نعمله رول وهتكون معانا الصينية ونقطع. ندهن بقى الصينية بباقي السمنة اللي في الطبق. الفرشة فيها سمنة، يعني كل ما بتعملي بتلاقي فيها كل اللي احنا بنستهلكه في السمنة
هو الربع كوباية اللي احنا استخدمناه في الأول بيكفي النص كيلو أو لفة القلاش. يلا بقى نقطع كده تقطيعة المثلث زي ما انتوا شايفين كده، بنروح واحدة رايحة والتانية راجعة، يكون معانا نفس التقطيعة بتاعتنا وبتكون سهلة بالمنظر ده. ايدك بتضغط على القلاش وانت بتقطعيه عشان يثبت مكانه. شايفينه؟ التقطيعة دي بتكون جميلة خالص، وفي نفس الوقت لما بيستوي بيكون مورق معانا. خلاص بقى كده القلاش كان خلص والمعقود كان خلص. حطيت القلاش في الرف اللي في النص. خلي بالك القلاش بيستوي بسرعة، أقصى حاجة بياخدها تلت ساعة ربع ساعة. حطيه في الرف اللي في النص. لو فرنك شغال من فوق ومن تحت، ولعي من فوق يعني النار بسيطة، ومن تحت نار بسيطة، يستوي على نار هادية علشان يستوي معاكي ويقب، وفي نفس الوقت يكون حلو، ما يكونش مسرع منك النار. شايفين اللون الجميل ده؟ هو كده استوي. الشربات بتاعنا بيكون بارد. عايزة القلاش بتاعك يكون طري، خلي الشربات بتاعك دافي خالص. عايزاه يكون متوسط، خليه زي دمع العين، يعني اللي هو بارد ولا هو لا هو بارد ولا هو ساخن، يعني درجة الحرارة كده تحطي ايدك تكون عادية. شايفين المنظر؟ اللهم بارك، ما شاء الله، خفيف وفي نفس الوقت مقرمش ومستوي وزي العسل. والطريقة ديت الحشو حلو والسادة أجمل كمان. كده الفيديو يكون خلص، أسيبكم في رعاية الله.